مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أحد السعوديين، المواطن السعودي يم بيته. يعني مستغرب، هاي أول مرة أشوف الصراحة. يعني هم يحجون فما أصدق أنه يقولون الناس، وإلا صدقت أنه بي مواطن سعودي جوا بيته هو يكون الرقص وهاي السوالف، وانتم تعرفون الكبري على قولتهم اخوان المصريين. فنزل يعني بنص البيوت. يعني شلون استغربت يجي شلون اسعى يسووه، بس مو بنص البيوت، يخلوها بغير مكان وقريب عليها الجامع وبنص البيوت. فهذا الشيء ما أندل. يعني شو فكروا من سووا؟ هل الكباريه، هل كازينو، هاي شوف سموها انتم. المهم، فاستغربت يعني. فالمواطن يصيح بحرقه ويقول يا أخي، يا ناس، يا حكومة، أنا أريد أربي عيالي وأنا أريد أطلعهم، وعنده بنات وعنده كل شيء. يقول دا أشوفه منه ما يخل، يعني ما دا يركز إنه يربيهم، ما يركز إنه يدرسهم، يعلمهم. الأصوات ليل نهار، أغاني وصياح يعني وين أسعى؟ المشكلة لو بعيد ما يخالف يا أخي، بيه وجهة نظر. أما بنص البيوت ويمها جامع يعني يا أخي، شنو هذا؟ جامع يمها وكبرية وبيوت، هاي واقفة شوية. والمشكلة مو هنا، المشكلة اللي السعودية اللي بيها الكعبة والأنبياء والدنيا والمسلمين وكل شي بيها، بيصير هيك شي. يعني والله مع الأسف الناس وين وصلت وإحنا وين وصلنا. يعني والله أتمنى من الحكومة السعودية إنه تشيل هذا وتخليه بمكان آخر. ما نقول الغي، نقول الشيله، يعني انقلوه بغير مكان. حتى لا أكون إنه متشدد دينيا وهاي السوالف، لا، انقلوا بغير مكان، إنه ما بي أحد، ما بي بيوت، ما بي جوامع. تخيلوا هذا الشيء، إنه الجامع يأذن والأغاني والصياح والهلاهل والرقص والشرب موجود. هذا يجوز؟ شيء أكيد ما راح يسمعوه. والله أنا مرات من مثلا يأذن أنا أطفي أغاني أو أنص الشيء أو هذه لما يخلص أذان احتراما، يعني مباشر إنه أبدأ مثل إنه أشغل الأغاني اللي أريدها. هم لا، ما شيء أكيد ما يسمعون. يعني يأذن ما يأذن شيء عادي عندهم. آسف طولت عليكم، بس أتمنى من الحكومة السعودية تشيلوا هذا الكباريه، ما أدري شو يسمونه، قلوب غير مكان، لا تدخلوا يم البيوت أو يم الجوامع، رجاء ولطفا، وشكرا لكم.